السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خلود من قناه بلانر ادكت، والنهارده فيديو جديد. النهارده ريفيو مشتريات اشتريتها من براند اي كرافت. حبيت ان انا اجيب حاجات تانية منها، واجيب الريفيل الجديد الخاص بالبلانر البيرسونال بتاعتي منهم. تعالوا مع بعض نفتح البوكس ونشوف انا طلبت ايه وكل المحتويات الخاصه بيها. الناس اللي اول مره تشرفني على القناه، اهلا وسهلا بيكم. يا ريت ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك، وكمان فعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نشوف البوكس. طيب انا طلبت منهم ايه؟ انا طلبت منهم كذا حاجه. انا طلبت منهم ريفيل للبلانر البيرسونال بتاعتي. انا طبعا عملت انبوكسنج ليه على الانستجرام. انا هنا خلاص فتحت كل حاجه عشان كنت بشوفها فالي، وهوريها لكم دلوقتي. كل حاجه طبعا كانت جايه بباكج خاصه بيها، فتعالوا نشوف مع بعض كل الحاجات اللي احنا جايبينها. ليه دول كده بره الباكج ومش في الباكج اللي معايا؟ علشان دول كانوا هدايا، يعني دول الحاجات دي هي بعتها لي كادو فوق الاوردر. دي نوت ليست اهي زي ما احنا شايفين، ودول مجموعة من الاستيكرات. انا بحب الاستيكرات جدا بتاعت اي كرافت، غير انها مقصوصة الماتيريال بتاعتها بتبقى حلوة قوي، وكمان جودة الطباعة بتبقى عالية قوي. فميرسي ليهم على الكادو ده. تعالوا بقى نشوف احنا جبنا ايه بالظبط. تعالوا نبتدي بأول وأهم حاجة، وهي الريفل بلانر بتاعتي. دي الريفل بتاعت السنة كلها اهي زي ما احنا شايفين، جاهزة ومتخرمة. انا بحب قوي الستايل بتاع اي كرافت الابيض واسود ده، هادي بسيط ما فيهوش تفاصيل كتير. انا كنت قايسة حجم البلانر بتاعتي وحجم الورق الداخلي بتاعها طول وعرض، واتأكدت ان الورق ده هيجي فيها. تعالوا نتأكد تاني مع بعض ونشوف. هشيل الورق القديم ده، كان ورق شوية مسطر وشوية ابيض خالص. الاجندة دي بصراحة عندي بقالها كذا سنة، مش متذكرة بالظبط كام سنة، بس بقالها كتير قوي. وكانت من مكتبة اسمها ارسطو اونلاين. كنت جايباها من هناك. انا مش هحط طبعا كل الشهور، انا هحط اول 3 شهور بس. فانا معايا لحد هنا كده، هم دول اللي انا هستخدمهم. زي ما انتوا شايفين الحمد لله حجمها بيرفكت ومناسب جدا جدا جدا. تعالوا نشوف بقى التفصيلة بتاعت الورق من جوه. انا هشيل دول لان هم هيبقوا نفس الكلام تقريبا، مفيش اي اختلاف. هو بس اللي هي الورقة بتاعت اول كل شهر هتبقى مختلفة، غير كده مفيش اي اختلاف. انا مش عارفه افتحها، بس هو زي ما انتم شايفين كده، مثلا اول ابريل بيبقى فيه ورقه مختلفه، وهكذا اللي هي الفاصل بتاع كل شهر. هنا في الاول دي الاسم طبعا، صفحتين فاضيين. بعد كده بصوا من كتر ما الورقه دي تقيله، انا بتاكد ان انا شايله ورقه واحده مش اكتر. هنا تعالوا نعمل زوم شويه. هنا جود باي 2022 وريفيو عن السنة اللي فاتت. وهنا النيو يير وش. بعد هنا الكالندر بتاعت 2023. بعد كده الجولز متقسمة هوم وورك كرياتيفيتي سيلف كير ودي اي واي وريد وهيلث وفاميلي وسبيريتشوال وادفنتشر وفريندشيب وليرن. بعد كده هنا arrange your goals حسب تقسيمة الشهور، ايه الاهداف اللي انا عايزة اعملها كل شهر. وبعد كده جول بلانر ده للهدف نفسه، ستارت ديت واند ديت، وايه هو الهدف وايه الموتيفيشنال بتاعي، والستبس بتاعت الجول ايه هي، وهكذا. عندنا من الصفحة دي 1 2 3 4 5 6 اهداف. بعد كده بنبتدي التقسيمة بتاعة الأهداف، ودي تقسيمة أنا بحبها قوي من السنة اللي فاتت ليهم. هنا الفاينانشال جولز بكتب إيه هي الأهداف بتاعتي والأكشن ستيبس، وفي مساحة فاضية. هنا الترافل جول، الكارير جولز. هنا البيرسونال والفاميلي. وهنا فتنس وسبيريتشوال. بس كده. بعد كده هنا البوكس اللي أنا عايزة أقراها والموفيز اللي أنا عايزة أشوفها. هنا ديبت تراكر وسيفنج تراكر. هنا كليننج
ليست او سكادول. بعد كده بنبتدي الشهر. هي مينيماليست قوي بس تو ذا بوينت، يعني الحاجات اللي فيها حاجات للتخطيط فعلا، وده اللي انا حباه فيها، لان دي هتبقى بتاعه البيزنس او بتاعه الشغل بتاعي وبتاعه التطوير التنميه الذاتيه ليا انا، مش لحاجات البيت. فانا عايزاها كده تبقى تو ذا بوينت قوي، فده اللي عجبني فيها. بعد كده التقسيمه الشهريه. اول كل شهر فيه هنا صفحه للمونثلي جولز، الامبورتنت ديتس والفوكس، وهنا اعتقد ده هابت تراكر صغير، وهنا مونثلي نوت، هنا المونثلي بلان، وببتدي اوزع الشهر بتاعي ولو في مواعيد او حاجه مهمه. هنا في كمان مونثلي بادجت، الاكسبنسز والديت وكل التفاصيل الخاصه بالبادجت بتاعتي، وكمان صفحه تانية للنوتس. بعد كده الويكلي بلان، الاسبوع على صفحتين زي ما احنا شايفين، وهي كمان مش مؤرخه، فمش لازم ان انا يعني استخدمها في وقت معين، اقدر استخدمها في اي وقت بعد كده. فدي حاجه عجبتني قوي فيها. 2 3 4 5 ممتاز جدا. تقسيمة الأسبوع عندهم عاملينها على 5 أسابيع مش 4، فكده هتكفي معايا السنة كلها مرتاح، هتبقى 60 أسبوع مش 52، ودي بالنسبة لي حاجة ممتازة جدا. هنا الريفيو بتاع السنة، عفوا الشهر، وبكتب ريفيو عن كل أسبوع، وبرين دامب صغيرة هنا. وبعد كده بخش على الشهر اللي بعده زي ما وريتكم، ده الفاصل بتاع شهر فبراير، وبعد كده ده كده كل ده شهر فبراير، بعد كده شهر مارس نفس الكلام وهكذا. بس طبعا نفس الكلام في بقية السنة كلها، فأنا كده هستخدم الجزء ده بس الخاص بالسنة دي. هنشيل بقى الجزء ده، هحتفظ بيه بقية السنة. وكمان اشتريت منها حاجة تانية، هي السيم البيرسونال. برضو السيم البيرسونال بيبقى عبارة عن فواصل زي ما احنا شايفين كده، الفاصل وش وظهر، وكمان نوت يعني ورق نوتس اقدر اكتب فيه الملاحظات بتاعتي بنفس السيم. يعني بصوا نفس السيم اهو، مش نفس الشكل بس نفس الروح يعني. فاهو ده كده اول واحد، ده التاني، واخدين بالنا من الشكل بتاع الرسم اهو. اعتقد بيبقوا 12 واحد على السنة كلها. ده التالت، وده الرابع. ده عجبني قوي، من اكتر الشهور اللي عجباني قوي، ومن اكتر السيمز اللي عجباني قوي. وده فاصل تاني وهكذا. طبعا اشكالهم كلهم بصراحة رائعة، الجودة بتاعت الالوان ممتازة اهو. انا هبتدي احط جزء منهم هنا لان انا هحتاج ورق فاضي، فبالنسبة لي ده ممتاز قوي. وكمان هحتاج في كل شهر ممكن كام ورقة زيادة، فبالنسبة لي ده هيقضي الغرض، وكمان هيبقى فواصل للبلانر، فبالنسبة لي هتبقى حلوة جدا. السيم ده كان جاي معاه كمان 2 شيت ستيكرز اللي هم دول. طبعا الستيكر كله مقصوص جاهز على الاستخدام، فبيسهل الدنيا جدا. الحاجات التانية اللي انا اشتريت، اعتقد الداي كاتس دي برضو جاية مع السيم لانها بنفس الشكل اهي. دي ممكن نزوق بيها البلانر بتاعتنا، الجيوب بتاعتها. تعالوا نعملها بالمرة واحنا ماسكين السيم. انا زي ما قلت لكم عاجبني قوي الشكل ده. بس كده انا عايزاها تبقى مينيماليست وبسيطة. بعد كده في بقى حاجات تانية انا كنت جايباها، استنيت لما كوليكشن الستيكر نزل علشان اجيبها. جبت صور الجيرلز دي اهي. بصوا هما كتير قوي، انا مش فاكرة العدد، بس انا عايزة اوريكم شكلهم كيوت قد ايه. بصوا اصلا حجمهم في كف ايدي قد ايه. انا جايباهم الحجم ده علشان الارت جورنال الصغير ده محتاجة فيه حاجات صغيرة كده احطها فيه، فبصراحة عجبوني جدا، شكلهم حلو قوي، وفرايتي بقى كتيرة جدا. بصوا المنظر
يجننوا حلوين قوي قوي قوي، وعددهم كتير ومقصوصين. انا بتخنق جدا من الحاجات الصغيره دي، ان اقعد اقصها بالمقص يعني بتتعبني نفسيا بصراحه. مش ليا تقل على الحاجات الصغيره، بحب اقص الحاجات الكبيره بس، لكن الحاجات الصغيره دي لا، مش بقدر يعني. دول هم جزء. عايزه اوريكم الشكل التاني اللي انا جبته برضو. هنا فرق بس في الاشكال والالوان، بس برضو نفس الاحجام الصغيره. بصوا اشكالهم عامله ازاي، حلوين جدا جدا جدا. بصوا هيبقوا حلوين قوي في الارت جورنال اللي انا هعمله باذن الله. وفي بقى الفراشات دول انا كنت جايبه منهم قبل كده. اللي شاف الارت جورنال وول ديكور اللي انا كنت عاملاه، شايف الفراشات اللي انا استخدمتها، فانا طلبت منهم اشكال تاني. ده كان اللي هو الباكت اللي يعني الالوان بتاعته فاتحه قوي، مايله الى الابيض وكده. هي فيها طبعا الوان تانية بس ده كان افتح حاجه. وفي الباكج ده على لون بينك كده، كل الفراشات اللي جوه بينك. وفي ده كمان اللي هو على اللون الازرق. من الحاجات برضو اللي جبتها كانت الستيكر شيتس دي. الستيكر شيتس دي كلها برضو مقصوصة والكواليتي بتاعتها ممتازة. انا جبت الشيتات دي السنة اللي فاتت نفس الشكل، كانت في رمضان. الاتنين دول كنت شارياهم منها من الساقية. ولقيت ده السنة دي جديد كمان فضفته معاهم. الشيت الستيكر بيبقى ب11 جنيه. ممكن طبعا حد يشوف سعره عالي، بس الطباعة كمان ما بقتش رخيصة. الطباعة كمان على ورق الستيكر بالذات بقت غالية، ومش هيبقوا مقصوصين. ومش هعرف اجمع كل الاشكال الصغيره دي، وزي ما قلت لكم الاشكال الصغيره دي انا بتعب في قصها. فبالنسبه لي ده هيبقى ممتاز جدا، وسعر بالنسبه لي تمام يعني. دي من الاشكال اللي جبتها في الستيكرز، هوريها لكم كلهم. الشكل ده كمان حبيته قوي، هينفعني في الارت جورنال قوي اكتر من البلانر نفسها. ده عجبني جدا جدا جدا، فظيع يعني، كيوت قوي، فينتج كده وفي نفس الوقت كيوت قوي. ده لبداية السنة. وده اللي ممكن الفالنتاين كده يعني هيبقى لطيف برضو، او في يعني عيد ميلاد او حاجة هيبقى شكله لذيذ. وده للبيريود تراكر. الاستيكرات كلها بصراحة ممتازة، الكواليتي بتاعتها تجنن. كانت عجباني قوي. وكان بالنسبة لي اهم حاجة طبعا الريفل بتاعي علشان اقدر استخدمه طول السنة بإذن الله. هبتدي بقى اوضب الفواصل اللي فيها ونجهزها للسنة الجديدة، وهستخدمها معاكم ان شاء الله خلال السنة في الفيديوهات القادمة. تابعوا الفيديوهات علشان تشوفوها وتشوفوا ازاي هستخدمها بشكل فعلي. اتمنى كده يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك شير سبسكرايب للقناه. لو عندكم اسئله سيبوها لي في الكومنت سيكشن تحت وانا هرد عليها، وقولوا لي عايزين تشوفوا فيديوهات ايه الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.